السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في فيديو جديد. وحشتوني قوي من اخر فيديو، ويا رب ما كنتش اتأخرت عليكم. وبصوا بقى، انا عايزة اقول لكم ان انا وانا بسجل فيديو هنا وبمنتجه خدت بالي ان توته، بصوا عينيها معايا ازاي. يا عيني رقبتها، انا لو كنتش واخده بالي كنت قلت لها يا حبيبتي عادي رقبتك، يعني ما بتبص يا عيني عليا متضيره عشان تبص. فبصوا عينيها معايا طول ما انا رايحه وانا جايه، عينيها معايا. المهم بقى، هنا انا كنت عايزه اشيل اوضه الولاد وهويها عشان ان شاء الله هفرش لهم فيها كده، هعمل لهم مفاجاه جميله جميله هتعجبكم وبسعر حلو قوي. انا مبسوطه ان انا بقدر اوفر لكم حاجات ومنتجات باسعار كويسه واحسن من السوق. دي حاجه بالنسبه لي بسطاني، والناس اللي وثقت فيا بالنسبه للحافظات ربنا يعزكم يا رب. ان شاء الله كل حاجه هتوصل لكم في ميعادها، وكل حاجه هتوصل لكم زي ما انتم عايزين واكتر باذن الله. الحفه دي بقى عايزه اغسلها هي والبطاطين دهيت، بس انا بقى ايه يعني، قلت بس هنشرها دلوقتي اللي هو تتهوى كده، عشان عايزه كمان اهوي المراتب. وان شاء الله باذن الله هنغسلهم، هناخدهم غسله كده ايه حلوه مع بعض. نزلت السجاده الكبيره، مسكت السجاده الكبيره رحت لفاها ومنزلاها المغسله. غسلتها، وان شاء الله باذن الله هتجيلي يعني، بس مش هفرشها، هشيلها وافرش بديل السجاده. انا خلاص مش هفرش في الشقه كلها اي حاجه خالص تخص اللي هو السجاد، كله هيبقى بديل سجاد. والسجاد الحمد لله هغسله كله، وعينه كان بيه دبانه كده، بصوا مزاوله توت رحت هشها لها كده عشان تبعد عنها. هي كانت لسه صاحيه من النوم، فلما صحت انا طبعا كنت عارفه ان انا هعمل الاوضه دهيت، بس ايه بقى، استنيت بس لحد ما جسمها هدى كده وبرد عشان ما افتحش عليها. بصوا حتى ما رضيتش والله اشيل الملايه من تحتيها، رحت سايبه الملايه زي ما هي كده بتديني كسوه المخده عشان خاطر ما تقعدش يعني على المرتبه وكده. فهنا ده الشتوي انا مطلعاه، بس مش عارفه ارصه لسه، ما رصيتوش. عايزه افرز الاول الصيفي واشوف ايه اللي هنستغنى عنه وايه اللي مش هنستغنى عنه، وبعد كده ارص الشتوي مكانه. فالمهم بقى ايه، بعد ما سبت جسمها يهدى ففتحت بقى عشان اهوي، وقلت بقى انها تطلع مع الولاد في الاوضه التانيه. ابدا فضلت شبطانه فيا، ما رضتش تسيبني. فاديت لها موزه في ايدها وقلت لها اقعدي مع صالح ورقيه في الاوضه التانيه عشان خاطر انا هنا هكنس وبتاع واشيل الدنيا. والله انا عايزه اقول لكم ان انا يعني حتى اما جيت اكنس رحت بقى ايه اللي هو مش عارفه اللي هو انفض حتى، يعني ما رضيتش حتى انفض المراتب عشان هي قاعده. فكل ما اوديها الاوضه جوه تشبط فيا. الايام دي شبطانه فيا بطريقه غريبه عجيبه، ما اعرفش ليه. ما كانتش بتشبط فيا قوي كده. فقلت لها خلاص خليكي معايا هعمل ايه؟ فقلت لهم خلاص اقعدي جوه بقى، عشان ايه ما بحبش الزحمه حواليا وانا بشتغل، وتوته بس هتفضل معايا. ففضلت قاعده معايا كده لحد ما نامت تمام. يا دوبك كلت الموزه، ومش عارفه ايه اللي نيمها تاني، انت لسه صاحيه من النوم، بس عشان كانت بتلعب مع الولاد بالليل زي ما تقولوا ايه نامت تاني. فعبال ما كنست وعملت لقيتها كده ريحت تاني، قلت لها خلاص بقى، رحت مضلمه عليها الاوضه وقفلتها عليها، ولميت بقى البطاطين دهيت واللحفه لميتهم وحطيتهم بقى ايه ناحيه الغساله كده، عشان ان شاء الله هغسلهم، همسكهم انقعهم في البانيو كده بميه سخنه واغسلهم. فقبل بقى ما هي تنام كنت انا داخله بقى ننشر، دخلت كده نشرت الغسيل كله. كان عندي كده كام دور غسيل، قمت الصبح بدري غسلتهم. فقلت بقى ايه انشرهم بالمره. انا جايبه المشابك دي جديد. المشابك دي بقى هتشوفوا كده، هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. يعني اللي هي بتاعت زمان، فاكرين المشابك اللي هي البلاستيك بتاعت زمان دي؟ هي مش هقول لكم جايباها منين. جميله جميله، يعني انا بحب اي حاجه مرتبطه بزمان، فلما لقيتها كده رحت جايباها على طول. وسعرها حلو، يعني ال30 ب10 جنيه، حلو جدا جدا كمان. يعني انا جايبه 75 مشبك ب25 جنيه، عشان انا بحتاج مشابك ياما قوي الايام دي من كتر الغسيل. فقلت خلاص بقى ايه، اجيب كميه حلوه كده. وبعدين انا بحب انشر اللي هو ايه كل حاجه بقى لوحدها، يعني كل حاجه تاخد مشبكين لوحدها، لان الهوا الايام دي جامد، فبخاف الغسيل يطير او يقع او كده. يعني غسيلي اغلبه حاجات صغنطوطه بتاعت اطفال. فقلت انشر بقى الغسيل بالمره عشان يلحق ينشف على اخر النهار. الايام دي بخاف ابيت غسيل على الحبل الدنيا تنقط تشتي. كمان الطل كده الفجر بتلاقيه نزل على التندة من فوق اللي هي فوق السطح وبينزل. نقط الطل دي بتنزل على هيئة مية كأن في شتاء، بس بتنزل بقى مش نظيفة خالص على الغسيل. فمش عايزة ابيت غسيل على الحبل. الله اكبر الله اكبر.
بصي بقى، انا عايزاكي كده وانتي بتشتغلي او بتعملي اي حاجه في البيت، استفيدي بالوقت اللي انتي بتشتغلي فيه باي شكل من الاشكال. حاولي ان انتي ما تضيعهوش، حاولي ان انتي تعملي كذا حاجه في وقت واحد، مش لازم يكونوا حاجات كتير قوي متعبه، بس هتلاقي نفسك بتنجزي حاجات كتير في يوم واحد. هتلاقي نفسك ما قصرتيش في اي حاجه، حتى لو بذكر الله، حتى لو بالاستغفار، حتى لو باي حاجه. المهم ان انتي ما ضيعتيش مكالماتك، استغليها. لو انتي مثلا من الناس اللي بتحب وهي بتشتغل تتكلم في التليفون، سماعه من اللي بيتلبسوا دول، وهتقدري برضو انك تعملي المكالمات اللي ناقصاكي وانت شغاله من غير ما تتعطلي او تقعدي على التليفون مخصوص، لان القعده على التليفون دي بتعطل وبتاخد وقت كتير قوي في المكالمات. فاعمليها وانت بتنشري او بتعملي بتطبقي غسيل، بتعملي اي حاجه، المهم عشان ما توقفيش نفسك ويومك يروح، لان اليوم حرفيا ما بقاش فيه وقت خالص. بصوا بقى المشابك، شايفين بقول لكم بتاعت زمان اهي، اظن ما شفتهاش من زمان المشابك دي، جميله 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 في منتهى الجمال. تعالوا بقى اوريكم كده الحاجه اللي انا عملتها. طبعا انتوا عارفين ان انا في ناس ياما علقت ان انا بملى ميه من الحنفيه. ليه؟ عايزه اقول لك عشان الفلتر عندي زي قلته. ليه بقى؟ انا عندي فلتر، انتوا عارفين ان انا عندي فلتر، بس الميه هنا انا ما اعرفش فيها ايه. كل ما بركب بغير غيار الفلتر هما يومين 3 وببص عليه الاقيه اسود فحمه. فاللي هو يعني حاسه انه زي قلته. طب كل يومين 3 هجيب له غيار، الغيار بتاعه دلوقتي بقى ب 160 جنيه، هجيب له غيار ب 160 جنيه وما بستحملش اشرب منه وهو اسود كده. بقول لا، انا اشرب في الحنفيه، على الاقل الحنفيه ميه الحنفيه مش شايفاها، مش شايفه ايه اللي فيها، لكن الفلتر انا شايفاه اسود، اشرب منه ازاي؟ فالمهم يعني عشان الموضوع ده، وانا كمان طعم الميه كده الايام دي مش عارفه ماله متغير وطعمها استغفر الله العظيم يا رب ما يتشربش. فانا جبت البتاعه دي زي حنفيه ترمبه ميه كده بتتجاب، انا جايباها من عندنا من عند معروف. هتلاقوها عند بتوع الكماليات والحاجات دي، الناس اللي بتبيع خراطيم الغساله وقطع الغيار والكلام ده هتلاقوها عندهم. دي سعرها كام؟ سعرها 70 جنيه اللي هي الحنفيه دي. وبجيب بقى اللي هي بتاعه الميه الكبيره، البستله الكبيره دي عامله كام؟ 57 جنيه تقريبا. بتقعد عندي من 5 ل6 ايام. بعمل منها ايه؟ بشرب منها بس، يعني بخليها لميه الشرب والشاي والقهوه فقط لا غير، يعني الولاد يشربوا منها وللشاي والقهوه بس، مش بعمل بقى بيها حاجه تانية. الصراحه مش بعمل منها الاكل، يعني لا بسلق منها مكرونه ولا كلام من ده، لا مش بعمل من الاكل، بعمل بقى من الحنفيه عادي. بس عشان طعم الميه في الحنفيه لا في حاجه غلط بالنسبه مش عارفه بقى يعني عند كل الناس، ولا ممكن يكون عندنا بس مواسير العماره فيها مشكله، لان في شقه معانا في العماره بتتوضب وبتتفتح جديد وكده، في حد هيجي يقعد فيها او حد اشتراها. فما اعتقدش برضو ان ده السبب، هو انا ما اعرفش السبب فين، بس يعني بامانه بس الميه مش يعني هو ما تحبيش تشربيها. فعشان كده انا بقى عملت ايه؟ بجيب البتاعه دي بتقعد معايا 4 5 ايام، ممكن 6 ايام كمان لو السحب عليها مش كتير. ف يعني يعتبر نقوله اليوم ب10 جنيه نشربه مش مشكله، احسن من الازايز. لان انا كنت قعدت فتره كده ابعت اجيب الازايز اللي هي دلوقتي بقت ب7 جنيه، دي اللي كانت ب5 ما بتكفيش حاجه وبتخلص بسرعه، كده احسن ودي بتكفي وقت كويس. فبجيبها وببدلها بقى، ما عنديش حل تاني عشان الولاد كمان وعشان يشربوا ميه نظيفه وكده. واللي هي البتاعه بتاعت الضغط دي حلوه جميله، في كمان منها باليو اس بي كده بالشحن، بس ما اعرفش الصراحه ما لقيتهاش يعني. بس فالمهم بقى طلعت كده على الانتريه، خدت ميه سخنه وحطيت عليها كربوناتو، وحطيت عليها كمان شويه خل، وحطيت عليها حبه مسحوق. مالكوا فيه ايه؟ العصافير مش عارفه نازله. بصوا العصافير اللي بلاحظه لما يكون في صلاه او في اذان بيقعدوا يعملوا صوت كتير، مش عارفه يمكن بيذكروا الله سبحان الله يعني، او ممكن بيكونوا بيرددوا الاذان الله اعلم. بس بعد الاذان ما بيخلص هم بقى بيهدوا ويسكتوا. فالمهم بقى حطيت بقى المسحوق اوتوماتيك عشان ما يعملش معايا رغوه ويعمل رغوه بقى على الصالون وكده. وخدته دعك. طبعا الليفه اللي انا بشتغل بيها دي ليفه جديده، ما استخدمتهاش قبل كده في المواعين، يعني ما خدتهاش من المواعين وبغسل بيها الصالون، لا هي جديده، ما عملتش بيها حاجه قبل كده. ومسكت بقى الانتريه، كان فيه شويه بقع ما كانش عاجبني خالص اللي هو الصالون، ونزلت فيه. بصوا خليته زي الفل، هسيبه بقى ينشف. بصوا هينشف وهيبقى زي الفل ان شاء الله. تاني يوم هنفرشه بقى مع بعض. عملت له غيار وكسوه ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم جدا، جميله في منتهى الجمال. فعملت له غيار وكسوه حلوين، وان شاء الله باذن الله هفرشه معاكم، يعني هيبقى الفرش بتاعه حلو برده هيعجبكم ان شاء الله. بس فمسكت بقى كده دعك
نزلت دعك في الحاجه لحد ما خليتهم زي الفل. وفي الوقت بقى ده التوته كانت صحت وكانت مش مبطله عياط وانا مش عارفه اخدها. فالمهم رحت قايله لادم خدها يا ادم بالله عليك شيلها وانزل اشتري لها بقى ايه حاجه حلوه هي وصالح وهاتهم وتعالى. بس يا عيني الولد تعب بيهم. فالمهم يجيب لهم حاجه حلوه عشان يسهوا فيها كده ويسكتوا فيها عبال ما انا اخلص. بصوا بقى عايزه اوريكم دلوقتي اللي هي الحافظه اللي هي الاتنين في 3 دي طالعه اوردر ما شاء الله جميله جميله والله ما فيها اي غلطه. طالعه اوردر ان شاء الله بكره. فانا كنت بحضر بقى الاوردرات بتاعت بكره. في اوردرات انا جبتها عشان هي متغلفه جاهزه رحت سايباها في شنطه العربيه مع ابو ادم. قلت تاني يوم نوديها يعني على طول على البريد ما طلعتهاش. دي انا كنت جايباها لوحدي فعشان كده طلعت بيها. ان شاء الله هنزلها معايا تاني يوم وانا نازله وبكتب عليها بقى كل البيانات زي ما انا قلت لكم في البريد وببعتها. بس قلت بقى انا تعبت لقيت نفسي من كتر ما ططيت بقى غسلت الصالون. وعلى فكره كنت بدعك بضمير يعني. فلقيت نفسي اللي هو خلاص بقى هبطت كده. فقلت بقى ايه اعمل فنجان قهوه واقعد شويه افوق نفسي كده وبعدين اقوم اكمل. كنت هدخل بقى اغسل سجادتين صغيرين كده في الحمام ما نزلتهمش المغسله ما كانش لهم لازمه ان هم ينزلوا. فقلت بقى ان انا ايه امسكهم اغسلهم كده ايه في الحمام على طول. فرحت واخده بقى بعد كده ودخلت عملت القهوه وبعد كده قلت هرتاح شويه واغسلهم. بصوا بقى دخلت هنا شايفين البوتاجاز طبعا ايه من زمان ما شفتوش مطبخي. والله هو نظيف يعني بس برضه عايز دعكه جامده كده. فبس انا الحمد لله دايما يعني ايه مراعيه المطبخ بسرعه لان انتوا عارفين المطبخ ده لما بيتكركب يا خراب يعني اي حاجه تتبهدل الا المطبخ يا جماعه. فدخلت بقى كده قلت اشرب قهوه. وانا بشرب قهوه برضو بقيت الم حوالين مني يعني انا رافعه القهوه على النار ومستكته. بصوا البتاع ده صالح عمل لي فيه ايه قطعهولي مسكه كده راح شده وراح قطعهولي. فرحت قلت بقى مش مهم يعني باص 60 داهيه بس بمسك بيه برضو القهوه كده بمسك بيه حاجات صغيره. بس الكوبايات بقى دي انا جايباها برضو جديد بس مش عارفه ليه مش بتستحمل السخن. المفروض ان هي معموله عشان احط فيها يعني شاي وقهوه. بس انتوا عارفين وانا بحط كده البتاع حسيت ان هي هترشق فكرتها ترشقت بس الحمد لله طلعت سليمه يعني. وشربت فنجان قهوه بدل ما يترمي. وان شاء الله بكره مش هغيب عليكم هنزل لكم الفيديو اللي انتوا كنتوا مستنيينه. مع السلامه.